السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وراحة بال يا رب. فيديو النهاردة سهل وبسيط جدا. هنعمل الفول المدمس بطريقة سهلة جدا. الفول من الاكلات اللي بنحبها تكون موجودة على سفرتنا سواء في الفطار او سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين، السحور خلاص على الابواب. هنعمل الفول بطريقة بسيطة بدون اي اضافات كتير، زي الجاهز واحلى كمان. ما شاء الله مفيهوش غلطة. قوامه تقيل بدون إضافة نشا ولا دقيق، لونه فاتح ودايب دوابين، مستوي زي الكهرمان ومحتفظ بلونه، مستحيل يغمق منك. وفري فلوسك واعمليه في البيت أنضف وأطعم من الجاهز. يلا مع بعض نشوف عملناه ازاي. ولو عجبك الفيديو ياريت لايك واشتراك للقناة، ويلا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ. عندي نص كيلو من الفول. هاتي الفول البلدي اللي لونه أبيض فاتح مش الغامق. بنقيه كويس قوي من أي شوائب فيه زي كده. حباية سودة، حباية مكرمشة شكلها مش لطيف، طوبة بنشيلها على طول. وبعد كده بنغسله كويس جدا ونصفيه ونضيف له مية نظيفة اللي هي مية النقع، ونسيبه ليلة كاملة. ويستحسن انك تغيري عليه المية علشان نتخلص من السموم والغازات اللي موجودة فيه، لان التجار بيضيفوا له مادة حفظ علشان يقدروا يحتفظوا بيه في المخازن مدة طويلة وما تصيبوش اي حشرة. فنغير عليه المية مرتين تلاتة علشان نتخلص من السموم دي. ده الفول بعد ما عدى عليه حوالي 10 ساعات. الفول نفش واتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين كده. هاخده واشطفه وهنرجع نشوف هنضيف له ايه. معايا الدماسة او الفوالة اللي هسوي فيها الفول، ولو مش موجودة عندك هتسويه في الحلة عادي خالص، والنتيجة واحدة ان شاء الله. هضيف فيها الفول. عندي هنا بقى نص كوباية فول مدشوش، نص كوباية عدس اصفر، نص كوباية رز مغسول. التلاتة نقعتهم، غسلتهم كويس ونقعتهم لمدة نص ساعة. ودول فايدتهم انهم بيظبطوا لي القوام، وكمان بيدوله لون جميل، وكمان زيادة في القيمة الغذائية. بعد كده هضيف معلقة كبيرة بابريكا، ودي علشان تظبط اللون، ومعلقة سكر كبيرة علشان تسرع في التسوية وتديله طعم حلو. هضيف كمان عصير نص ليمونة، حوالي يعني معلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض. فايدة الخل والليمون انهم بيمنعوا اكسدة الفول انه يسود او يغمق منك. كمان هما مش بيبانوا في الطعم نهائي، ملهمش اي طعم خالص. وبعدين هنزل عليها بالمية. المية بتاعتي تكون سخنة او مغلية بالشكل ده. ونغطي الفول بالمية كويس ونسيب له مساحة انه يغلي فيها وياخد راحته. المية السخنة بس علشان تسرع من عملية التسوية. نرفعه على النار والنار تكون عالية لغاية لما يبدأ يغلي، وبعد الغليان لو فيه ريم بنشيله بالمعلقة. ونهدي النار خالص تكون شمعة ونغطيه. انا حطيت ورقة زبدة وعليها ورقة فويل علشان تكتم البخار ويستوي بسرعة ويحتفظ بالمية بتاعته ما تتبخرش. تكشفي عليه كمان حوالي ساعة ونص كده، وما تكشفيش عليه كتير علشان ما يتأكسدش منك ولونه يغمق معاكي. اكشفي عليه بعد مرور ساعة ونص أو ساعتين علشان نشوف لو محتاج مية نضيف له. المية اللي هتضيفيها لازم تكون مغلية. أهم حاجة إنك تزودي مية مغلية، بلاش باردة خالص لأنها تخليه يجلد ويتأخر في السوى. مدة التسوية على حسب نوعية كل فول وحسب تهدية النار. أنا عن نفسي أخد معايا 4 ساعات، وكانت مدة كافية لأنه يبقى دايب وزي الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، وميته حمرة وتقيلة ولافف زي الفول الجاهز اللي بره. تعالوا بقى نحطه على الرخامة علشان نشوفه كويس. انا حطيته على النار الساعة 9 وطفيت عليه الساعة 1، وبقى بالجمال ده. شايفين اللهم بارك، لونه وقوامه احلى من بتاع المحلات. مستوي زي الزبدة، كريمي خالص. الحباية بتتهري مش متحملة، وقوامه تقيل بدون لا نشا ولا دقيق، بس علشان ضفنا له العدس والرز والفول المدشوش. وعلى فكرة كلهم اتهروا خالص ومش باينين زي ما انتوا شايفين كده اهو. باين حاجة؟ زبدة خالصة. اظن بعد الفيديو ده انسي انك تشتريه من بره تاني. بنحب ناكل الفول في طبق استانلس، هملاه من الفول السايح الجميل ده. هحط عليه طحينة، والطحينة دي على فكرة انا اللي عاملاها في البيت برضه، ما بنشتريش حاجة من بره. شوية كمون، شوية شطة، زيت، وعصير نص ليمونة. وعندنا بقى البصل الاخضر والفلفل، حاجة كده تفتح النفس. نسيت الملح وضفته في الاخر. وبالعيش البلدي وبألف هنا وشفا. احلى طبق فول من ايديك الحلوين.
وطعمه خطير جدا، هتاكلي صوابعك وراه. وعلشان تحتفظي بيه مدة طويلة حطيه في أكياس التخزين أو علب محكمة الغلق، بس الأول تسيبيه يبرد شوية علشان ما يتفاعلش مع الأكياس، وبعدين حطي في كل كيس الكمية المناسبة ليكي ولأسرتك، وتقفلي عليه الكيس كويس جدا ودخليه الفريزر. اعملي الفول في البيت، جربيه وإن شاء الله هيعجبك، أوفر وأنضف بكتير. انت مش عارفة الفول اللي بيستخدموه في المطاعم شكله ايه. كده الفيديو بتاعنا خلص، أتمنى يكون عجبكم يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.